السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة انتوا تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة. بقى البت بطة النهاردة، بس قبل ما اقول لكم البت بطة بتعمل ايه مع البط بتاعها. بطة والبط، ودي ايه بقى في اللغة العربية مش عارفة اسمها ايه يعني. مش اول واحد نسي بقى من زمان يعني. عايزه اقول لكم، بس قبل ما اقول لكم، اللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويشجعوني ان شاء الله. عايزين بقى نحافظ على الصحه العامه للطيور بتاعتنا. لا تقول لي ادويه ولا كلام في عايز يزود انتاج البيض. تعال اقول لك زود انتاج البيض ازاي. بس عايزه اقول لكم على حاجه. ارخص واحسن طريقه لتربيه الطيور صح هي طريقتي. ليه يعني يا بطه انت واثقه من نفسك؟ هقول لك بص، بروح اجيب فضله خيط شمال البصل ده، واقعد بقى اقشر واخرط واقطع. بس ايه بقى، لما يكون الطيور كبر شويه زي كده، لا ما تبشريش عادي، هم هيقعدوا ينقروا. واللهم صل عليك يا نبي، قطعي بس بسرعه كده على السريع وريحي نفسك. البصل يا جماعة من الحاجات المهمة جدا لتقوية جهاز المناعة بدون مناقشة وبدون تفكير. بتروحي تجيبي البصل يا بطة ما غالي، اقول لك ايه اللي غلاه يا اختي؟ ما انت لما تروحي تجيبي شوال على بعضيه درجة تانية ولا درجة تالتة اخر النهار كده، بواقي الحاجة الطيور كلها تاكل وتدلع نفسها، ما هم بياكلوا اهو. وتبقي تديهم احسن مضاد حيوي والله. انا بكلمكم كده. بس البصلايه درجة، عارفة البصلايه دي لما بتخليها كمان مولكيش قنبلة. فعايزة اقول لك ان البصل يا جماعة حاجة مهمة جدا، جيبيه وخزنيه عندك للطيور بتاعتك. حاجة هتقوي جهاز المناعة وهتنشطه وهتخلي بص هقولك، انت عايزة الطيور بتاعتك تبيض بجد، اعملي الوصفة اللي انا اقولك عليها. يا جماعة عشبة الخزامة دي موجودة في كل حتة، هتجيبيها برخص التراب. معلقة واحدة تخليلك الطيور كلها زي الرهوان وتحسن الحالة الصحية، ومفيد قوي كمان لكل الطيور ومنشط. ولا دلقة البصل، ولا هتقولي لي هشتري اي فيتامين ولا هشتري اي مقويات ابدا. عشبة الخزامة دي موجودة عند كل العطارين، هتجيبي زي ما انت عايزة. اعملي بس للطيور بتاعتك، لو طيورك قطعت بيض، لو الطيور بتاعتك كانت بتبيض ووقفت البيض، الطيور اتأخرت، الحاجة دي مهمة أوي. زائد انه غير كده انها بتحسن الحالة الصحية بتاعة الطير. يعني انت عايزة اقول لك على حاجة. الطير ده زي البني ادم، يعني انت دلوقتي لو الطيور بتاعتك مش صحتها حلوه، مش قويه، مش نشطه، هتبيضي ازاي؟ هتحسني الحاله الصحيه بتاعتهم ازاي؟ الجيوب دي تبقى حلوه ازاي؟ البصل ده يا جماعه من الحاجات المنشطه جدا للطيور كلها كلها. وعارفه اقسم بالله بيخلي الطيور زي الرهوان، ولا تحتاجي ادويه ولا تحتاجي اي حاجه. لما تحطي مشروب الكوزين فانت تجيبي الرطل ميه كده وهتغلي فيه معلقتين كبار، وشوف هيعمل لك ايه. حاجه بصوا، اقوى حاجه ده والله العظيم ثلاثه في دول بره وخاصه في المغرب. العشبه دي هناك بصوا من انتوا بتعملوا ايه، مهمة جدا. وعلى فكرة دي مهمة جدا لصحة الإنسان العادي، لينا احنا كبني آدمين. تخيلي لما تبقى ليكي مهمة وللطيور ما تستخدمهاش ليه؟ زائد إنها مش غالية، عشبة رخيصة جدا ومهمة جدا، بتنشط حركة الطير بتقوي الحالة الجنسية بتاعت الحمام والعصافير، كل الطيور. وتلاقي الانتاج البيض رطرط عليكي كده وبقى حاجه ما حصلتش. ليه ما تستخدميهاش طالما انت بتشتكي ان عندك الطيور بتاعتك ما بقتش فيه؟ حبه بصل بقى. البصل يا جماعه مش بس مقوي، البصل اقوى مضاد حيوي للطيور. مضاد حيوي يا جماعه مجاني، مضاد حيوي من بيكو. انا بجيب النهارده اكلة بصل، بس هتقولي ياكلوا بصل ازاي؟ احنا على قلبهم اصلا بيتذوقوا
البصل يا جماعة مضاد حيوي رهيب للطيور بتاعتك، ومنشط ومحفز، وينسي ان يجيلهم امراض، وبيقوي جهاز المناعة. يبقى انا كده قلتلك على الوصفة الهايلة اللي انت تعمليها للطيور بتاعتك، حاجة هتقوي جهاز المناعة، حاجة هتنشط، هتخلي والله العظيم استخدموه وقولوا لي النتيجة ايه، وبإذن الله هتدعوا لي، والنتيجة هايلة جدا بتاعة الابتسامة والبصل كده مع بعض. والنهارده كده شكرا بصل والخزامة بس، مش عايزة حاجة تانية. هياكلوا، عارفة قشر البصل ده أقسم بالله ما برمي، بيقعدوا ينقروا فيه وبياكلوه. ربنا ما خلقش حاجة أصلا وحشة، الحاجات دي كلها فيها فيتامينات وفيها قوة وفيها صحة للطيور. الوصفة دي هتعمليها لطيورك، إن ما كانت تبيض ازعلي مني ما تتفرجيش عليا تاني، إن كانت قطعت بيض وما بيضتش ما تكلمنيش تاني ولا تشوفي الفيديوهات بتاعتي. أنا بقول عن ثقة. أتمنى بقى إن انتوا تعملوا وصفاتي وتشتركوا في قناتي وتشجعوني إن شاء الله، وعندي ليكوا وصفات هايلة بعد كده هتدعولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.